بتبدأ حكايتنا مع الشاب دوت اللي بيكون اسمه تشينجو. بيكون موظف غلبان وكحيان، بيصحى من النوم وبيكون متأخر جدا على شغله، وبيحضر الفطار بتاعه وبيكون لسه يسمي الله علشان يبدأ أكل. ومرة واحدة بيقفل عينيه، ومرة واحدة بيفتح عينه في مكان تاني ويقول ده أنا شكلي بحلم بقى. وبعدها بيتفاجئ إن بيكون في ناس كتيرة حواليه، وبعدها بيغمض عينه علشان يفوق من الحلم دوت. ولكن بعد ده كله مفيش أي حاجة بتحصل، ويتفاجئ إن أبوه بيقول له يلا أنت بتعمل إيه؟ عرف نفسك على الناس. وبيكون متوتر جدا ومش عارف حتى اسمه. وبعدها اخوه بيتدخل وبيعرف الناس على اسمه، وبعدها بنعرف ان بطلنا دوت بيكون اسمه فيل. المهم ان هو بيقعد مع اخوه واخوه بيشرح له كل حاجه، وبيقول له انت ما عرفتش تقول للناس على اسمك علشان انت بتكون متوتر جدا. وبعدها بيسال اخوه هو ايه اللي حصل هنا والناس دي كلها بتكون متجمعه عليه. فهو اخوه بيقول له هو انت فقدت الذاكره ولا ايه؟ وبيقول له ده فرح اخونا على البنت ديت. المهم ان احنا بنعرف ان البنت دي بتكون من عيله نبيله. وبعدها فيل بيسال اخوه سؤال، بيقول له معنى ان اخونا اتجوز من عيله نبيله فمعناه ان احنا بنكون كمان نبلاء. وبعدها فيل بيقول معنى ان احنا عاملين حفله كبيره جدا كده فمعناه ان احنا بنكون نبلاء جدا. المهم ان تاني يوم بيصحى وبيكون لسه بيفطر مع عيلته، وبعدها بيتفاجئ ان الاكل بيكون رخيص جدا واكل على قده يعني. المهم ان الواد بيبص لحيطان البيت ويلاقيها متشققه وطالع عين ابوها. المهم ان هو بيسال اخوه بيقول له هو ازاي المكان دوت هو نفسه اللي كان معمول فيه الحفله امبارح. واخوه بيقول له اوعى تنسى نفسك في يوم من الايام. واخوه بيقول له احنا بعنا الابكار بتاعتنا امبارح علشان نعمل فرح زي بتاع امبارح دوت. وبعدها بيتكلموا عن القايمه اللي اتكتبت في الجواز وتكون قايمه غاليه جدا. وفيل بيعد في اخواته وبيتفاجئ انهم بيكونوا كتار جدا. وفي النهايه بيتفاجئ ان هو بيكون القدم الثامن. وبعدها بيمسك الخريطه وبيعرف مكانهم على الخريطه. وبعدها بيتفاجئ ان اخواته بيكونوا هيمشوا، انهم اتفقوا انهم يمشوا بعد ما اخوهم يتجوز علشان يشتغلوا في الدول الكبيره علشان يكونوا نفسهم. وإذا كان على الفلوس والميراث فاخوهم الكبير هو اللي ياخد كل حاجه بعد ما اصبح نبيل. وبعدها بيقولوا له علشان انت لسه صغير فهتفضل مع ابوك وامك لحد ما تكبر. المهم ان هم بعدها بيروحوا، وبعدها الام وفيل بيروحوا على البيت. المهم ان هو بينظف المكتبه في حاجه بتقع كده وبيقرا اللي عليها، بيكتشف ان دي بلوره بتكون سحريه واللي بتقدر تقيس قوه الشخص السحريه. فالموضوع بيشده جدا وبيبدا يقيس قوته، لكن ما بيكونش عنده قوه سحريه ولا اي حاجه. وبيقول انا عبيط ان انا صدقت ان انا بيكون عندي قوه سحريه. وقبل ما بيمشي البلوره بتتوهج، وده دليل ان هو بيكون عنده قوه سحريه. وبعدها بيقوم يدور على الكتب وما بيلاقيش اي كتاب ليه اي لازمه. المهم ان هو بيطلع للغابه ويبدا ان هو يستخدم قوته، لكن للاسف ما بيكونش عنده اي حاجه ولا بيقدر ان هو يستعملها. المهم ان الراجل دوت بيجي وبيقول اخيرا لقيتك ولقيت التلميذ بتاعي. المهم ان في بيبدا يدافع عن نفسه بالعصايه، فهو بياخد العصايه وبيرميها وبيقول له ان هو بيكون ساحر. فهو بيقول له ان السحرة بيكونوا نادرين جدا في المكان دوت. المهم ان في صخره بتقع على الوحش دوت، والوحش طبعا بيكون متعصب جدا. المهم ان فيل بيكون خايف جدا وبيقول للساحر هنعمل ايه دلوقتي؟ فبيقول له احنا هنواجهه. ففيل طبعا بيكون خايف جدا، وبعدها بيقول له انت رايح فين يا ابو الصحاب؟ هعلمك ازاي تستخدم قوتك. وبيبدا يعلمه وهو بيقول ايه اللي بيحصل دوت، هو دوت وقته يا جدعان. المهم ان هو بيستخدم اول تعويذه عليه، لكن للاسف ما بيتاثرش عليه، فالساحر هو بيقرر ان هو يقضي عليه بنفسه. وبعدها بيقول لفيل ان هو بيكون ساحر من المملكه، وحاليا هو بيكون متقاعد. وبيقول له ان هو بيكون اسمه الفريدو، وبيقول له انت تكون ساحر جامد جدا بس تسمع كلام وتتعلم مني. وبيقول له انا موافق وما تقلقش من اي حاجه. وبعدها بيقول له تعالى عندي البيت علشان تشرب معايا شاي. وبعدها امه بتقدم لهم ميه على اساس انها شاي. المهم ان هو بينده على الفريدو وبيقول له تعالى اشرب الشاي قبل ما يبرد. المهم ان هو بعدها بيقعد ويبدا ان هو يشرب، وبيقول له انا اعلمك السحر وهتبقى جامد زي انا كده. المهم طبعا ان فيل بيكون فرحان جدا، والفريدو طبعا بيستخدم مهاراته قدامه علشان يكون فرحان جدا. وبعدها بيقول له خد بالك ما تعرفش اي حد ان انت بيكون عندك سحر. بيقول له عشان السحرة بيكون عندهم سلطة كبيرة جدا في البلد. بيقول له لو حد من اخواته عرف ان هو بموهبته ديت فممكن يخلص عليه علشان ما يورثش اي حاجة. المهم ان هم بدأوا تدريب، والفريدو بيقول له انا هديك شوية مانا من عندي. وبعدها بيمسكوا ايد بعض والمانا طبعا بتبدا انها تتوهج من حواليهم. وبعدها الفريدو بيقول لفيل ان السحبة السحرية بتاعته بتكون كبيرة جدا، وده معناه ان هو يكون حاجه كبيره في المستقبل. والواد طبعا بيتحمس جدا ومتعلم سحر النار في 3 ايام بس. المهم ان هو بعد ما يخلصوا تدريب فهو بيديه اكل علشان اهله ما يشكوش في اي حاجه. المهم ان هو بعدها بيروح البيت والام بتكون عامله اكل حلو، والكولا طبعا بيعترف بموهبة فيه. المهم ان اليوم بيكون على كده خلص، وتاني يوم الفريدو بيكون بيعلمه سحر الطيران. المهم ان هو بعدها بيشوف نسر بيكون طاير، وبعدها بيستخدم قوته علشان يصطاد النسر دوت، وبعدها بيوقعه، وبعدها بيكونوا ياكلوا. وفيل بيقول لالفريدو ان هو بيكون عاوز يستكشف الغابة، والفريدو بيقول له ان الغابة دي بتكون خطيرة جدا وفيها وحوش، اللي بيروح فيها يا اما بيموت
يا اما ما بيلاقولوش اي اثر. وبعدها فيل بيقول له ان هو مش هيروح هناك خالص ولا هيقرب ناحيه هناك وحده. المهم ان فيل بيبدا ان هو يتدرب وقوته بتتحسن اول باول، واخوه طبعا بيكون قلقان جدا ليكون عنده قوه ويحكم المكان مكانه. وقوته دوت طبعا بيكون واحد حقودي جدا وممكن ان هو يخلص منه باي طريقه. المهم بعدها الفريدو بيقول له ايه رايك انك تكون مغامر، وهو بيقول له انا ما اعرفش اي حاجه عن المغامره ولا المغامرين، فهو بيقول له ان هو لما كان صغير كان مغامر. المهم ان فيل بالليل هو وعيلته كانوا بيتعشوا وكان فتح معاهم حوار ان هو هيكون مغامر. وهو يقول له هتكون مغامر بعد ما توصل لسن 12 سنه، لكن في مشكله واحده ان احنا بنكون عالم كحيانه جدا. وبيقول له احنا بنمشي حالنا بالعافيه، مش هنقدر على التكاليف بتاعه المغامره ديت. المهم ان هو تاني يوم بيروح لالفريدو وبيشرح له على الاماكن النقابات والغابات، بس النقابات دي بتكون بعيده جدا، فلازم ان فيل يتعلم الانتقال الالي. وبعدها بيطير بيه وبيوريه الكره الارضيه من فوق، وهو طبعا بيكون منبهر جدا. وطبعا الفريدو بيكون متاثر جدا بالهاله ديت، ونهايته تقريبا كده قربت جدا. المهم ان الفريدو بيقول لفيل بكره هيكون اخر يوم ليه في التدريب، وفيل بيسمع الكلام دوت وبيكون مصدوم جدا وزعلان جدا من الموضوع دوت. بيقول له انا لسه ما اتعلمتش اطير كويس، فالفريدو بيبص له بالبصه ديت، فهو بيقول له خلاص تمام. المهم ان هو بعدها بيروح، واول ما بيروح بيلاقي العيله متجمعه، وابوه بيقول ان الغابه بيكون فيها وحوش شبه البشر كده، بتكون بتسمع وبتتكلم وبتتعامل عادي وبتاكل وتشرب زينا كمان. دي نفس الاعراض اللي عند الفريدو يا صديقي. وفيل على طول بيطير وبيروح للمعلم بتاعه علشان يطمن عليه، وكان قلقان عليه جدا. المهم ان هو بيدور على معلمه وبيكون قلقان عليه جدا لحد ما بيلاقيه وبيقول له تعالى معايا يا معلمي وانا هعالجك. فهو بيقول له هتنقذني ازاي من نفسي. المهم ان الفريدو بيبدا يحكي له ان من 5 سنين كده ظهرت وحوش في المدينه واللي راح يقضي عليهم فهو كان انا. في النهايه اتهزمت، لكن حقد وكرهي حولني للهيئه دي. وبيقول له ان هو هيفضل عايش لحد ما يلاقي تلميذه، واخيرا لقاك انت يا فيل، علشان كده انا ماليش لازمه ان انا اعيش، وطلبي الاخير هو انك تخلص عليا. وفيل طبعا بيكون متعصب جدا وبيقول له مستحيل ان انا اعمل كده، فهو بيقول له لازم تقتلني قبل ما تحول لزومبي واقتلك انا. وهو بيقول له ده طلب الاول والاخير منك يا فيل، فهو بيحاول لكن هو بيكون متشتت جدا ومش عارف يعمل اي حاجه. المهم ان هو بيكون متشتت جدا ومش عارف يعمل اي حاجه وافتكر الذكريات، فهو بيقول له خلصني من معاناتي دي. المهم ان هو بيستخدم مساحه تطهير وبيطهره وبيكون خلاص على كده. والواد طبعا بيكون بيعيط جدا وزعلان على الاخر، لكن هو بيقرر ان هو يحقق حلم معلمه. وبعدها بيوصل لعمر ال 12 سنه وبيستعد للمغامره وبيكون هيمشي من المدينه. وبعدها بيروح للمدرسه وبيبدا ان هو يعرف على نفسه، لكن الناس اول ما بيعرفوا ان هو عمي فمحدش بيديله اي اهتمام. المهم ان فيل ما بيكونش عارف يضم مين لفرقته او ينضم يعني الفريق مين. وبعدها بنشوف البنات دي وهي بتاكل بتتكلم عن فيل وازاي هو جامد وقدر ان هو يوصل لهنا. بس صاحبهم دوت بيقول لهم ان فيل بيكون ذكي جدا وبيدور على الطلاب الكفاء ان هم يكونوا معاه في الفريق، علشان كده على طول بيكون لوحده، وعلشان كده هم لازم يثبتوا له قوتهم. طيب لو وصلت لحد هنا وعجبك الملخص ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس، ويلا سلام سلام سلام. وبيكون مكسوف جدا وبعدها بيقعد ما بيرضاش يتكلم، فالاستاذ بيديهم وانا كده علشان يتعاونوا مع بعض.